الوعي هذا كموضوع من أهم المواضيع في هاد لاشين غادي يكون بإذن الله. كنت معكم اور سنين with another video. كيشكل واحد النسبة قليلة في الناس أو من الناس، وتقدر أنت تكون منهم أو أنت تكوني منهم إلا كانوا فيك هاد الصفات. فكمل معي. فالوعي فهو وعي بردود فعل، بفعل ما أو بشعور ما أو بإحساس ما. فأول كلمة عن الوعي نقدر نقولها the awareness is not for all. أوكي، أو الوعي ليس للجميع. هادشي علاش قلت لك في الأول، فهي حالات نادرة أو لا جزئية وليست كلية. تقدر تكون مكتسبة عبر تجارب أنت دزتي منهم أو أنت دزتي منهم، خلاوك تبني واحد النوع من الوعي مع مرور الوقت، حيث هو انواع، يكون عندك انواع كاملين، وهذا من ارقى العقول انه يكون عندك الانواع كاملين، او يكون عبر تجارب الناس، اي بكثره ما انك كتسمع للناس او كيعاودوا لك من عبر او نتائج على تجاربهم، كتعيش حياتهم وحياتك. دونك كيتكون عندك واحد النوع من الوعي او فطريه، وهذه نقدر نقول لك منعدمه. او الوحيد اللي عرفت انا عنده هذا النوع من الوعي، وعي فطري، هو النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر. وبيان سور هذا الوعي ما كيتطلبش يكون عندك شهاده او لا دكتوراه في شيء ما، او لا خاص تكون عندك سيرتيفيكا في شي حاجه او لا دبلوم. لا، هذا كتعلمه بدون اي مصدر، فقط مصدر تجارب للحياه. فهو مصدر مكتسب مع الحياه او مع مرور التجارب وليس الوقت. ما جاتش باللاج اللي عندك، ما جات قبل الحوايج اللي يعاونوك، حيث هما كيكونوا ادوات كيعاونوك باش تاخذ الوعي في سن مبكر. فهو ماشي بالضروره عنده لاج محدد او لا شي حاجه كتحددو، ما عندوش دي ليميت. وهذا الشيء علاش هو ليس للجميع. ما تخلطوش ما بين الادراك والوعي والعلم، فهما مختلفين جدا. الادراك ليس هو الوعي وليس هو العلم. الادراك غالبا ينحصر في الادراك الحسي او كل ما تعلمه الحواس. او العلم فهو جوج، اما انك تقرا سواء ليسي سواء جامعه او كليه او تخصص او دبلوم في شي حاجه، اي او يا اما التعلم الذاتي، وكلتا الامور لديهم مصدر للتعلم. كل واحد وكيفاش. كاين هذاك من تعلم مصدر ذاتي، وهذاك تعلم مصدر جامعي او كلي او لا دبلوم او لا ليسي. وكاين مصدر او نوع اخر من العلم، فهو من الحياه، كما يسمى مثلا الاب مدرسه الحياه، لعلمه بعده امور بسبب تجربته للحياه قبل منك. فشحال من ام كتوري ولادها الزوينه من الخايبه وعمرها قرات، وكذلك والاب. وهذا علم مكتسب من الحياه مع مرور الوقت واللاج والعمر. فهذا ادراك. فكلمه مدرك بشيء ليست هي واعٍ بشيء، وليست هي عالم بشيء أو لا عالم بذاك شيء، لأن المصادر تختلف. وكم من شخص لديه شهادة في مجال ما وجاهل في بيته، والأمثلة بزاف والمثال الأعلى لله. كأنواع، كاين وعي ثقافي ذاتي، علاقات، ووعي وهمي، ووعي شعوري. وعي الثقافي فهو شحال من واحد كتعرفه كاين جمع واحد الباجاج من الثقافه وهو عمرو قرا ولكن مثقف في بعض مجالات الحياه. وعي الذاتي هو انك تكون عارف حدود ديالك كانسان مع الاناس الاخرين، وما عليك من حقوق وواجبات على اكمل وجه، وايضا كاحترام وقيمه معطاه ومهداه واهتمام. والوعي العلاقات هو من اهم انواع الوعي واجودها. كمثال، كان صلى الله عليه وسلم لديه وعي علاقات مع زوجاته رضي الله عنهم، من خلال ردة فعله، من خلال مواقف لو كان إنسان آخر كون ديك الساعة دار واحد التصرف اللي يعوج، ولكن صلى الله عليه وسلم كان ذكي عاطفيا. فإذا كانت الزوجة ديالو على سبيل المثال مقلقة، فراه غادي يعرف أنها مقلقة بلا ما تقول له، أو لا غير من خلال كيفاش ترانسفيرمات الهضرة، كيفاش كانت عادة إلى كيفاش ولات. فهو غادي يعرف المشكل وعلاش وكيفاش. فهذا وعي للعلاقات أو وعي بشخص آخر من خلال ردود فعله كيعرفوا أنه شنو خاصو وعلاش. وهذا الوعي تقدر تكومباريه وتشوف الواقع. بحال ما كنقولكش انك خاصك تكون عندك وعي العلاقات بحال ديال النبي، ما يخليك قدوه انسبيراسيون تاخذ منه بعدا 1%. كافيك انك تكون واعي بامور ما. رابع حاجه وعي الوهمي، هو انك تكون واعي بهضرتك، واعي ايضا في المجالات اللي انت كتعرف ليها، ماشي تدوي في كل شيء بحال عندك اللي عندك به صله واللي ما عندكش. وهذا جهل، وجهل في بعض الامور شي حاجه نورمال. ما يمكنش تكون انت بارفي وعارف في كل شيء يعني، وفي الامور كامله وفي الفيلير كاملين. ولكن جو بونس ان دابا حاليا اللي كنشوفوا بنادم كيدوي في كل شيء وكيفهم في كل شيء، وهذا جهل بيان سور، او هذا عدم ادراك او عدم وعي بالذات، او الوعي الوهمي، انك كتوهم راسك انك انت عارف في مجالات وانت لا صله لك بهم. الوعي الشعور دغيا وحيت هو باين. وعي الشعوري هو وعي بالاحاسيس والشعور من خلال افعال تدل على حب شخص ما او شخص اخر بدون نطق كلام،
فانك انت كتعرف بلا ما يحتاج يدوي داك الانسان اخر. فهذا وعي للشعور. دونك بنادم بلا ما يدوي تعرف داك الشعور ديالو اتجاهك سواء مزيان سواء خايب. ومي هو اون جينيرال كيبقى شعور سواء يكون شعور كره او لا شعور حقد او لا شعور حسد او لا شعور حب امل وطمانينه. فهذا الشعور هما مشاعر او لا احاسيس، وانت كيكون عندك واحد النوع من الوعي ديال الشعوري بلا ما يدوي خونا من او لا ديك البنت من خلال افعال او ردود افعال تجاه ذاك الشيء او ذاك الشخص. كتعرفوا شنو ناوي او لا عليه، شنو بغى يوصل لك بالضبط. مصدر وعيك هو عقلك، وعقلك هي قلعتك، فاحمي قلعتك من الفساد واحمي عقلك من الفساد، وإن كان في محيطك أو بيئتك أو سينطبق عليك من 10 قوما 40 يوما أصبح منهم. دو بلوس إلا بغيتي الكاليتي ديال الوعي ديالك يتزاد، خاصك تهرب أو تبدل الأمة اللي كتمسح الزجاج بالجرائد وتقرأ بالفنجان. وهذه المقولة عجبتني، دونك بغيت نحطها في اللعبة ديال الكواليتي ديال العقل ولا الكواليتي ولا الكاليتي ديال الوعي ديالك. ولكن صدق فيما قال، وما عرفتش شكون قالها صراحه، مي الكاليتي ديال عقلك هي كلشي. دونك انت كتشوف واحد الناس الزاج كيمسحوا بالجرائد وكيقراو في الفنجان، شنو بغيتي تسنى من هاد الناس؟ دونك which team you gonna be with you have to choose. وهرب من هادو، وانا نضمن لك strong mentality not weak mentality اللي نادرا في هذا الوقت بسبب هاد العوامل. عندك العنف، خرافات، الجهل، تبعيه، معتقدات، فساد، تفاهه، سطحيات، تعصب، وغالبا التعصب كيجي من الوالدين، والتخريب، كلهم يساهمون في التأثير على العقلية ديالك. وحط مثال هذه المرة انت ما غنحطوش انا، وشوف وجاوب براسك واناليزي شنو كاين في المحيط ديالك، الناس اللي كتعرف والناس اللي ما كتعرفش في السوشيال ميديا على سبيل المثال. فاصبحوا القدوات بعد تغييرهم تافهون. تغيير القدوات دونك اجيال زر، حيث انهم عطوه النجومية زائد فلوس زائد واحد لو كادر ديال الطوموبيلات باش الاجيال يقولوا ان للتفاهه هي اللي كتوصل ماشي شي حاجه اخرى. باش انت ديك الاجيال ديك الدراري صغار باش يشدوا التليفون يكونوا في السوشيال ميديا، شوفوا واحد الشخص داروه قدوه تافه بكل ما تحمله المعنى من كلمه، عطيوه النجوم، عطيوه فلوس، عطيوه طوموبيلات، عطيوه واحد لو كادر اللي غادي يبان بالواجهه. انا نضمن لك ان الاجيال غادي يطلعوا تافهين او لا يطلعوا انسبيراسيون من ذاك ولا من ذاك القدوه. وحط المثال مثلا باليابان، وحط المثال في المغرب، وحلل من ناحيه ديال القدوات، وغادي تاناليزي كيفاش الاجيال طالعه هنا وكيفاش الاجيال طالعه تما، وشنو هو العامل الاكبر للتاثير. ونختم لك احسن ختام، يعني ان تقديس الخطا وتعظيمه يبني اجيال معاكسه للصواب، وانتظر نتائج عكسيه. Think about it.